حبايبي وفلذية كبدي متابعين HD آسيا في كل مكان. اسمعي يا بنتي، عارفة البنت اللي من فقرها كله بيهين فيها ويذلها؟ هي بطلت. لكن في يوم وليلة بقت أغنى واحدة في البلد. دي طلعت حفيدة الجد الكبير بتاع البلد. الغيرة بقى ولعت في الكل بقى واقف يحسدها ويتجنن. مسلسلنا ينفع يبقى عنوانه ايه بقى؟ أنا الوريثة شوية فقر. معاكم دودو من تيم HD آسيا ويلا بينا. بيبدأ مسلسلنا مع ليندا بطلتنا البنت البسيطة، وهي واقفة شغالة وسط الرجالة في موقع بناء، وده لأن حالتها المادية تحت الزيرو بشويتين 3 كده، وللأسف مش لاقية شغلانة تانية، وعندها بنت محتاجة تصرف عليها، فاللي هو مفيش خيارات. المهم إن في وسط ما هي شغالة بيجيلها اتصال من مدرسة يوان بنتها بإنها ضربة زميلها، وفوق ده كله قاعدة تعيط لهم علشان زعقولها، فتيجي تتصرف معاها بقى. ولأن بنتنا واثقة في بنتها وعارفة إن تربيتها مش هي اللي تعمل كده، بكل ثقة بتروح تقول للمدرسة إن أكيد في سوء تفاهم، وإن زميلها ده أكيد هو اللي بدأ المشكلة. وهنا يوان اللي بتكون مفلوقة من العياط بتقول إنه اتنمر على لعبتها اللي مامتها عملتها لها بنفسها، وكان عايز ياخدها غصب عنها، فجت تبعده وقع. ولأننا في مجتمع مريض أغلبه بينحاز للطرف الأقوى، فالمدرسة بتقف في صف الولد لأنه من عيلة اسمها مسمع في كل مكان. وهنا بتظهر مدام نانا والدة الولد، وبتدخل بشرارها بنارها مين دي اللي اتجرأت ومدت ايديها على ابني. واول ما بتلمح ليندا وبتعرف انها بنتها بتقول لها طبعا مستنيين ايه من بنت واحده مشرده جوزها طردها من البيت واتجوز عليها. يوه يقطعني، نسيت اعرفك، انا بقى مراته اللي طلقك علشاني. ومش بس كده، لا ده كمان كان على علاقه بيا وهو متجوزك ومخلف مني. ولان هما الاتنين اصلا كانوا صحاب ايام الجامعه، فبنتنا بيصعب عليها نفسها وبتقول لها انها لو كانت قالت لها وقتها انها معجبه بيه كانت سابته لها بدل الحوارات دي كلها. فبتضحك لها وبتقول لها مين ده اللي احبه؟ انتي فاهمه غلط، انا بس اتجوزته لما بقى غني، انا قبل كده كنت بلعب وبتسلى بيه مش اكتر. وبتكون عايزه يوان تعتذر لابنها، وبتقول لليندا يلا اعتذار يا الطرد، يا ايدك بقى على 300,000 ونحل المشكلة دي. وبتهيص المس هي كمان على هيصتها، ولأن بطلتنا مش وش واحدة حيلتها 300,000 وكله إلا كرامة بنتها، بتقول لهم خلاص هتعتذر هي. ولسه هتركع على الأرض زي ما هم عايزين، بيدخل نينج صديق طفولتها، بيدخل يوقفها على آخر لحظة. هو بيمسح الأرض بكرامة المدرسة ونانا، اللي أول ما بيقول لهم بما إنكم اللي بدأتوها يبقى نروح نراجع بقى الكاميرات ونشوف الحكاية والرواية من أولها، واللي ليه حق ياخده. وشهم بيقلب أشكال وألوان لأنهم عارفين إن يوان مظلومة. وبتتحجج اللي ما يتسمى عليها نانا بإن ما عندهاش وقت تضيعه مع أشكالهم، وبتفلسع المس هي كمان وراها. كون اليوم ده عيد ميلاد يوان، فبتقول لها مامتها بإنها تروح بسرعة تاخد مرتبها من مديرها في الشغل وتيجي يخرجوا سوا ويحتفلوا، وهتشبرقها عليها وتجيب لها كل اللي نفسها فيه. لكن مديرها اللي أقل ما يتقال عنه إنه نطع بيقول لها فلوس مفيش، وحل عن دماغي عشان مش ناقص صداع. ولما بيلاقيهم لوحدهم في المكان بيقول خلاص هديكي بس تشبرقيها عليا انا كمان، ولا هو ناس وناس بقى. وده لانه مفكرها مش كويسه وبنتها بنت غير شرعيه وكده. ولما بيلاقيها مش جايه سكه معاه بيقول ياخد اللي عايزه بالعافيه ويعتدي عليها. وهنا يوان اللي بتكون مستنياها بره بتسمع صوت صريخها، فجري بتدخل تحاول تبعده عنها. في نفس الوقت اللي بيقف قدام الشركه اسطول عربيات، انما ايه حاجه كده فاخر من الاخر، وبينزل منه شويه حراس بيدخلوا الشركه وبيكونوا تبع رئيس الشركه. ولما مساعد الرئيس اللي بيكون واحد منهم بيشوف اللي بيحصل بيمسك المدير يهبده في الارض. ولما بيلاقيه زايد فيها وبيقول له ما يعرفش هو مين وان عمه يبقى مدير المشروع، بيقول له انت وعمك يومكم هباب. وهنا عمه بيدخل، واول ما بيلمح المساعد بيترعب وبيلطع ابن اخوه بالقلم، وهو بيقول له ادي اخره اللي يعتمد عليك في حاجه. ولما بيناديله ويقول له يا عمو بيقول للمساعد انا لا عمو ولا اعرفه، اللي يرضيك في اعمله يا باشا. وبيشاور له يعتذر قبل ما يروحوا في داهيه ويخسروا الشغلانه اللي بيسترزقوا منها. فهنا المساعد بيقول له ما تقلقش، كده كده ما بقاش ليكم اكل عيش هنا. وبيجبرهم يعتذروا لليندا ويدفعوا لها مرتبها اللي كانوا ناويين يكوشوا عليه، وبعدها بيخلي الحراس يطردوهم على بره. وهنا ليندا بطلتنا اللي عاشت حياتها كلها في الفقر، ويوم ما مسكت فلوس كانت 1000 يوان بتلاقي المساعد بيرحب بيها وبيقول لها الصدمه الكبيره، بيقول لها انها تبقى حفيده رئيس الشركه واللي بيكون اغنى رجل في الصين، وإن من وقت وفاة والدها ووالدتها وهو قالب الدنيا عشان يلاقيها ويمتعها في عزه. ولأن لا أمان لأي مان
الحوار ده ما بيدخلش عليها، ودماغها بتاخدها لأنه أكيد واحد من تجار البشر وقال يستغل إن هي وبنتها الحبيب ولا قريب ويعمل سبوبة من وراهم، وعشان كده بتتحجج له بإنها مش فاضية حاليا تروح معاه، وأول ما تفضى هتتصل عليه إن شاء الله. فبيديلها فيزا فيها رصيد ملايين، وبيقول لها تشبرق على نفسها هي وبنتها لحد ما تكون مستعدة ترجع، وبتاخدها منه فعلا لكن ما بتصرفش منها حاجة، وبتطلع مع يوان على المطعم علشان تعزمها على الغدا بمناسبة عيد ميلادها زي ما اتفقوا. وهناك الحرباية اللي ما يتسمى عليها نانا بتشوفها هي وابنها وحماتها، فبيقفوا وراسهم وألف سيف ياخدوا الترابيزة اللي قاعدين عليها، يعني ياخدوها، وبيفتحوا في اسطوانة إن الناس من مستواهم ما ينفعش يدخلوا أماكن زي دي، وهاتك يا تلقيح ضراير. وفي الآخر بيقرروا يقعدوا معاها على نفس الترابيزة، ولأن الحربوقة هتخلف إيه غير حربوق شبهها، فابنها بيمسك يوان تريقة وإن والدتها مش قادرة تجيب لها أكل حلو فعزمها على طبق مكرونة عكس مامته جايباله أكل أشكال وألوان وهدايا. ويسكت هو وأمه لحد هنا؟ لا، أمه بتطلب مشروب غالي جدا وبتتعمد تحط الإزازة جنب إيد يوان، فلما بتيجي تقوم بتخبطها وتقع تتكسر، ووقتها هي بتشتغل في اسطوانة إن اللي كسرها يدفع تمنها، وما بتكونش ليندا عندها مانع في إنها تدفع، لكن سعرها بيطلع غالي جدا ولو قعدت تشتغل عمرها كله مش هتقدر تجمعه. وهنا مدير المكان هو كمان بيهيص على هيصة اللي ما يتسمى عليها، وبينزل فيها هو كمان تهزيق. صحيح الدنيا مش بتيجي غير مع القوي، لحد ما بياخد باله من البطاقة اللي معاها، فبيتصدم لأن دي بطاقة ذهبية مش بتكون غير مع أغنى رجال الأعمال، وبيكون هيعملها كويس، لكن البطاقة بيطلع فيها مشكلة فبيفتكرها مزيفة وبيكمل فيها تهزيق. وهنا اللي ما يتسمى عليها بتتدخل وبتقول إنها هتدفع عنها بشرط ترجع تعتذر لها لأنها تسببت في إن عيد ميلاد ابنها يبوظ. ولما بنتنا بتقول لها إنها موافقة بتقول لها غيرت رأيي زي الشطرة كده، لو عايزاني أدفع تنزلي تلحسي النبيت اللي اتكب. فمن خوفها من إنهم يأذوا بنتها بتكون هتعمل كده فعلا، لكن على آخر لحظة بيدخل مساعد جدها مع الحرس اللي بيكونوا شايلين هدايا وحلويات أشكال وألوان ليوان بمناسبة عيد ميلادها، ولسه الحرباية هتفتح بقها بيلطعها المساعد قلم يبرد القلب كده والله. ولما مدير المكان بيقول له ايه الدخله اللي داخلها عليهم دي، بيلطعه هو كمان قلمين وبيعرفوه تمامه وبيشتري المطعم بما فيه. وهنا حمات اللي ما يتسمى عليها بتفتح اسطوانه انت ما تعرفش احنا من عائله مين ومتعاونين مع مين، ده انا ابني داخل صفقه شغل مع اكبر شركه فيكي ياسين، فبيقول لها من دلوقتي اعتبريه فلس خلاص. وبيعمل اتصال مفيش بعديه بكام دقيقه بيجي للحربايه اتصال من جوزها بيهزقها وبيقول لها انتي مش عارفه مين ده اللي ضايقتيه. وهنا أمه بتدرك إنهم اتورطوا مع الشخص الغلط، فجري بتركع على الأرض تترجى يسامحهم وغلطة واتعلمت وخلاص مش هيكرروها تاني. وبتكون الحرباية نانا رافضة تركع تعتذر هي كمان، فبتلطعها قلم بيقعدها مكانها. وهنا المساعد بيقول لهم والله أسامحكم ولا لأ ده موضوع يرجع لليندا هانم، هي اللي تقرر تشوف عايزة تعمل إيه وهو عليه ينفذ. ولأن بنتنا أصلا بتكون مغلولة منهم فبتقول إنها مش مسامحة، وبتقول له كمان يلغي العقد مع طليقها الخاين الغدار، وبتسيبهم شايطين وبتخرج مع المساعد اللي بتكون بدأت تطمن له، فبتوافق تروح معاه تشوف جدها اللي بيتكلم عنه ده يمكن كلامه يطلع صح والزهر يلعب معاها. وأول ما بيوصلوا بتتفاجئ بقصر ما كانتش حتى تحلم تعدي من جنبه، والمساعد بيروق عليها بقى وبيقول لها إن القصر البسيط ده من ضمن الممتلكات اللي جدها كاتبها لها باسمها. وهنا الجد بنفسه بيخرج يرحب بيها وبيعرفها إن والدها ووالدتها كانوا بيحبوا بعض، وهو ما كانش موافق على علاقتهم عشان والدها كان طايش ما يعتمدش عليه، فكانت النهاية إن والدتها خزوقته وهربت معاه واتجوزوا. وعشان بنتنا مش مادية والفلوس ما تفرق لهاش بتكون رافضة تاخد أي حاجة من ممتلكاته، لكنه بيكون أعند منها وبيقول لها لو مش عشان نفسك يبقى تقبليها عشان توفري ليوان حياة كويسة، وبيعرفها إنه قدم لها على مدرسة مش أي حد بيتقبل فيها، فبتروح تاني يوم عشان تسحب ملفها من المدرسة القديمة. وهناك المدير بيكون فاكرها جاية بخصوص اللي حصل بين بنتها وبين ابن اللي ما يتسمى عليها نانا، وهو كمان بيقف في صف الحربوقة، فبيقول لها إنها كده كده هتطرد. ولحد هنا وبنتنا ما بتسكتش خلاص وبتقوله انت فاكر نفسك مين يا ابني، ما تفوق، دي الخرابه اللي انت مفكر نفسك مديرها دي لا تصلح تبقى حظيره لنعامه ارمله باولادها، بعدين انا جاي اسحب الملف وانقلها لمدرسه تانية افضل من مدرستكم. وده بيشوف بطاقه المدرسه من هنا وبينزل فيها تريقه وبيقول لها عايزه تفهميني ان انت يلي مش لاقيه تاكلي هتدخلي بنتك مدرسه ولاد رجال الاعمال نفسهم مش عارفين يدخلوها. وبيقول لها ممكن اصدقك في حاله واحده، لو كنت بعتي نفسك لواحد غني وهو اللي جابلك الواسطه، وفي الحاله دي شبرقيها عليا انا كمان وانا وافق على النقل. وبيحاول يتقرب منها غصب فبتضربه بالقلم فبيرد لها القلم 10. وهنا نينج صديقها اللي بيكون مدرس في نفس المدرسه بيدخل يدافع عنها
وبيدخل مساعد جدها على صوتهم، ولما بيعرف اللي عمله في كام دقيقة بس بيكون جايب أدلة على تاريخه الأسود، فبيخاف على نفسه وبيوقع على ملف النقل وهو بيترجاهم يسامحوه. لكن المساعد بيقول له انسى، وبيقول للحراس ياخدوه يدوله قرصة ودن علشان يبقى يضايق ليندا هانم تاني، وباستخدام علاقاته بيسحب منه منصب المدير وبيديه لنينج. في نهاية اليوم بتتفاجئ ليندا بجدها اشترى لها شقة جنب مدرسة يوان الجديدة وشاري لها هدايا أشكال وألوان، فبتقول له إن مفيش داعي يتعب نفسه وإنها مش محتاجة كل ده، لكن بيهزقها وبيقول لها كفاية عليكي المعاناة اللي عشتيها السنين اللي فاتت، من النهاردة مفيش غير دلع وبس، وبعدين شدي حيلك كده، في شركة لسه مستحوذين عليها روحي اتدربي فيها عشان ناوية امسكها لك. وبالفعل بتروح من تاني يوم وبيكون معاها متدربة تانية اسمها يارا، فاكرة نفسها الملكة إليزابيث الثالثة عشر، وماشية تبص للناس من فوق لتحت. وبيعرفوا الموظفين في المكان إن في واحدة منهم حفيدة رئيس الشركة، فأوريدي دماغهم بتاخدهم لإنها الحرباية يارا، وده عشان بنتنا بتتعامل بطبيعتها اللي اتربت عليها ومش بتتصنع، فبيكونوا شايفين إن دي مش واحدة عايشة في عز. ويارا لما بتعرف إنهم فاكرينها حفيدة الرئيس وأغنى راجل في العالم بتهيص على هيصتهم وبتعيش عليهم الدور وبتشغلهم ولا الخدامين عندها، وبتطلب من واحدة منهم تروح تصور لها ورق عايزاه، فالتانية بتروح تطلب من بنتنا اللي بتكون رافضة في البداية وبتقول لها هي ناقصة إيد ولا رجل عشان ما تعملش لنفسها، لكن في النهاية بتروح تجنبا للمشاكل. ويسكتوا لحد هنا؟ لا، لما بترجع بيقعدوا يعدلوا على اللي عملته وإنها تعيده مرة تانية لأن في غلطات. وبتيجي بنتنا برضو على نفسها وبتقول تستحمل، وهي قايمة تعمل اللي طلبوه بتكب المية بالغلط على شنطة يارا، فبتفتح لها اسطوانة هي تعرف الشنطة دي بكام، وهي أصلا شنطة كوبي، وبتكون بنتنا عارفة ده لأن جدها جايب لها الأصلية منها، فبتقول لها تبطل الحوارات اللي بتعملها دي لأنها عارفة الفرق بين الأصلي والمزيف، لأن عندها واحدة. وطبعا محدش بيصدقها وبيقولوا لها تعقل الكلام اللي بتقوله عشان موظفة زيها قضت عمرها كله بتشتغل في المقاولة ما تقدرش حتى تشتريها قسط وتفضل عمرها كله تسدد في تمنها. وبيهيص المدير هو كمان على هيصتهم وبيكون عايزها تعتذر ليارا. فلحد هنا وخلاص بقى بتقول السكات معاها ما ينفعش، وبتتهمها بانها كدابه وانها مش حفيده الرئيس، ولو هي حفيدته تاخدهم للقصر بتاعه، ولانها كدابه فعلا بتخاف وبتتحجج بان القصر بيتعمل فيه تعديلات لكن ممكن تاخدهم لمكان تاني يحتفلوا فيه بما ان ده اول يوم ليها في الشركه، وبتاخدهم لمكان مخصص للسهرات وبتحجز اوضه عاديه لان المكان غالي جدا. لكن عشان بنتنا هي كمان مش سهله بتقول لها طب مش عيب تكوني حفيده اغنى رجل في العالم وفي الاخر تحجزي لنا اوضه ما نعرفش حتى نتنفس فيها، وبتدبسها تحجز اغلى اوضه في المكان. ومش بس كده، دي كمان بتدبسها تشتري لهم اغلى مشروب، وعشان الحربايه ما حالتهاش حاجه عشان تحاسب لما بتتقابل مع سان واحد من معارفها الاغنياء بتدبسه يحاسب هو، وفعلا ما بيأثرش وبيقعد يتباهى قدام زمايلها ويقول لهم يطلبوا اللي هم عاوزينه، وده وهو ما يعرفش سعر الأوضة ولا المشروب اللي طلبته. وبيتفقوا إنهم يلعبوا هم وزمايلها واللي يخسر يشرب، وبتخسر ليندا أكتر من مرة وما بتكونش قادرة تشرب، فبيستجدع سان وبيشرب هو مكانها. وفي نهاية السهرة لما زمايلهم بيمشوا وبيجي عشان يحاسب وبيعرف السعر من الصدمة بيلطعها بالقلم وبيقول لها إنها استغفلته، فعشان مش سالكة بتلعب في دماغه بإنها هتعوضه بحاجات تانية. وفي الشغل تاني يوم زمايلها بيقفوا يشكروا فيها ويقولوا إنها داخلة الشركة بمجهودها على عكس ليندا اللي مش عارفين اتقبلت إزاي وهي حتى مش مكملة تعليمها، وبتزودها واحدة منهم زيادة عن اللازم، فبتقول لها ليندا لا بقى تعاليلي، وبتلطعها قلم يبرد القلب، وهي بتقول لها كلمة كمان ورحمة أمي هخليكي ما تنفعي في حاجة تانية. ولما بيتحدوها تقنع واحد من العملاء يشتري فيلا عجباه ووقتها هيحترموها ويبطلوا رخامة عليها بتقبل التحدي وبتروح تقابل العميل ده واللي بيطلع سان. ولما بتقعد تشرح له تفاصيل الفيلا ومميزاتها علشان تقنعه ما بيكونش هو مركز في أي حاجة غير في ريحتها المميزة، ووقتها بتبعد شعرها عن وشها علشان مضايقها، فدماغه بتاخده لإنها معجبة بيه وبتحاول تظهر له جمالها وتغريه، وبيكون هيوقع العقد عشان يجر رجليها. فيوان بنتنا اللي كانت سايباها مع مساعد جدها في العربية بتدخل تسألها اتأخرت ليه، فبيتصدم لأنه ما كانش يعرف إنها متجوزة وعندها بنت وبيرفض يوقع. ولما بتسأله عن السبب بيقول لها سبب ايه، مش عيب عليكي تكوني متجوزة وبتغريني عشان تمشي الشغل. ولما بنتنا ما بتسكتلوش وبتقول له اجري مين يا بابا انت ما بتبصش لنفسك في المراية، الجنونة بتشتغل وبيقول لها يا انتي النهارده، ومش بس هرفض العقد ده انا هعمل وهقدم شكوى ضدك بانك واحدة مش كويسة بتستخدم اساليب شمال عشان تتمم صفقات الشغل. وبيكون هيضربها بالقلم مساعد جدها بيدخل على اخر لحظة فيحترم نفسه ويسكت، لا
بيتهمها إنها على علاقة بيه، فبتقوله لحد هنا وكفاية قوي، وبتلطعه قلم بيمسح بكرامته الأرض. ولسه هيردهولها، المساعد بيمسك إيده على آخر لحظة وبيقوله شكلها كده هبت منك ووحشك معاناة الفقر، وبيكون عايز يديله قرصة ودن كده ويديله كام لكمية تعرفه تمامه. لكن ليندا بنتنا بتقوله ما يتعبش نفسه عشان مهزأ زي ده، وبتطلب منه يمشوا لأنها مش حابة تكون معاه في مكان واحد. التاني بقى يسكت؟ لا، بيفضل يلقح بالكلام عن إنها ماشية ماشي مش كويس، وأكيد بنتها دي بنت غير شرعية، ولأن بنتنا خط أحمر. بتقوله اديتك الفرصة بس أنت مصر تقل من نفسك، وبتطلب من يوان تسد ودانها وتغمض عيونها، وبتقول للمساعد ما يخليش في حتة سليمة ويطلع زهق شغل اليوم كله عليه وما يهموش. ولأن المساعد بيكون أصلا مغلول منه فما بيصدق وبيمسكوا يرنوا علقة تمام التمام. وهنا بقى والد سان ده بيدخل للمكان، ولما بيشوف اللي بيحصل فيه بينفخ ريشه هو كمان. ومين ده اللي يتجرأ ويضرب ابني؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ بنتنا تسكت؟ لا، بتقول له هتكون مين يعني؟ واحد قذر خلف عيل قذر شبهه وما كلفش نفسه يتعب شويه ويربيه. وهنا بيدرك بقى ان المساعد اللي واقف ده يبقى مساعد اغنى رجل في البلد، فبيقول لنفسه رحنا في داهيه خلاص، وبيركع يعتذر لهم وهو بيترجاهم ما ياخدوش على كلام ابنه عشان عنده 3 فاس ضاربين وبيلطعوا بالقلم قدامهم. ولان ابنه والغباء صحاب بيفتكر انه باعه علشان اعجب ببنتنا، فبيقول له يعني هي زنقت معاك ما لقيتش غير دي؟ وبعدين احترم سنك، ده انت رجلك والقبر. فبياخد له كام قلم كمان على الكلمتين دول، وبيعرفوا والده بهوية المساعد، فجري هو كمان بيركع له عشان يسامحه، لكن ولا بيهتم بيه، وبياخد ليندا ويوان وبيمشوا. وهنا والده بيقول له ما شوفش خلقتك في البيت لحد ما ليندا تسامحك، عشان لو ده ما حصلش يبقى عليه السلام في كل حاجة وصلنا لها، وقريب قوي هنفلس. بينما ليندا أول ما بتوصل الشركة بتلاقي الموظفين والمدير مستنيينها، وما بتلحقش تتكلم بينزلوا فيها تهزيء وتلقيح بالكلام عن إن أكيد هي اللي حاولت تجري سان، وإنهم سمعوا إن جوزها طلقها عشان كانت بتخونه، وإنها ولا حاجة جنب أخلاق الحرباية يارا. وبيزودوها لدرجة إنهم بيتهموها إن أكيد بنتها بنت غير شرعية، لأنها لو من طليقها ما كانش هيسيبها كده. وبتكون يارا هي اللي مسخناهم عليها، فبتقول لها بنتنا تفوق لنفسها وبلاش تكذب الكذبة وتصدقها، لأنها عارفة كويس هويتها الحقيقية، وإنها مجرد واحدة متصنعة ما حلتهاش حاجة. وبتقول لزملائها إنها بتحور عليهم بخصوص إنها حفيدة أغنى راجل في العالم، لكن عشان مغفلين محدش بيصدقها، وبيتهموها إنها بتفتري عليها عشان غيرانة منها، وبيخيروها بين إنها تطرد أو تركع تعتذر لها. فبكل ثقة بتقول لهم لا هعمل ده ولا ده، لأني ببساطة ما غلطتش في حد. وفي نفس الوقت ده سان بيدخل يعتذر لها قدامهم كلهم، وبيقول لها انه عرف غلطه وندمان، وبيتمنى انها تكون كريمه معاه وتسامحه، وبيديها اسوره غاليه جدا جدا كهديه وتعبير عن اعتذاره وساعه بشيء وشويات، وبيكون عايز يوقع عقد الفيلا وهي بتقبل. وبتقول لمديرها ان دلوقتي ما عندهمش حاجه عشان يطردوها، فبيضطر يسيبها تكمل شغلها، لكن بيهددها بانها لو عملت مشاكل تاني مهما كانت بسيطه مش هتقعد في الشركه يوم واحد. وبيكون الموظفين مستغربين ازاي سان كان لطيف معاها كده، وبيبداوا يحسوا انها شخصيه مهمه. لكن يارا بتحور عليهم بان هي اللي طلبت منه يتنازل عن الشكوى ويلم الدنيا عشان الصفقه ما تضيعش عليهم، وبتطلع انها على معرفه بالحربايه التانيه نانا اللي كانت خطفت من ليندا جوزها. فجاريه بتتصل تسالها لو تعرف ايه اللي يخلي سان يعتذر لها ويجي يترجاها تسامحه، فبتقول لها انها على علاقه بمساعد اغنى رجل في العالم، فعشان كده مقويه قلبها، وبيتفقوا انهم ينتقموا منها سوا ويشوهوا سمعتها. وفي نهاية الأسبوع وليندا خارجة مع يوان يتغدوا في مطعم تبع فندق ملك لجدها، الموظفة بترفض تدخلهم وبتقف تتنمر عليهم وتقول إن ناس من مستواهم ما ينفعش يدخلوا المكان زي ده، وبتكون حكمت عليهم بإن ما حالتهمش حاجة لمجرد إن لبسهم بسيط مش من براندات عالمية. وبتكون الحربية نانا وجوزها وابنهم موجودين في المكان، فبيقفوا هم كمان يرخموا عليها، وابنهم بيزق يوان يوقعها على الأرض، وبدل ما والده يقول له عيب كده وإنها مهما كانت أخته ولا بيفتح بق. حتى لما الحرباية مراته بتتهم ليندا بإن بنتها من راجل غيره بيقف في صفها، وما بيهتمش بمشاعر يوان اللي بتكون واقفة سامعة كل حاجة. وعشان بنتنا تنهي الكلام وتكسر عينيهم وتعرفهم إنهم ولا حاجة، بتخرج البطاقة اللي جدها اداها واللي مفيش منها غير واحدة في العالم، وبتديها للموظفة وبتطلب منها تحجز المكان كله. ولما الموظفة بتشوف البطاقة بتتصدم صدمة حياتها، وبتقف ركابها تخبط في بعضها، وبتفضل تكلمها باحترام وتقدير مبالغ جدا، وبتعتذر لها على قلة ذوقها. طيب الحرباية وجوزها يسكتوا ويلموا الباقي من كرامتهم ويمشوا؟
بيلعبوا في دماغ الموظفة لحد ما بيخلوها تصدق إن ليندا سارقة البطاقة وبتكون هتطلب لها الأمن، فالمدير بيدخل يلطعها قلم بيعرفها تمامها، ومش بس كده ده بيجبرها تعتذر لها، وده لأنه عارف هويتها الحقيقية. ولما الحرباية وجوزها بيقفوا يشدوا ويهروا مع نفسهم بيقول لهم على بره كده بالذوق بدل ما أنا اللي أطلب لكم الأمن عشان تبقوا تعرفوا إزاي تتنمروا عليها. وتاني يوم بقى في الشغل مدير ليندا بيكلفها تمسك مشروع كبير، فنار الغيرة بتشتغل عند الحرباية يارا وبتقعد تتدحلب عليه لحد ما بيفكس لبنتنا وبيديهولها هي. ومش بتكتفي بكده، ده بتصور المشروع اللي ليندا شغالة عليه في الوقت الحالي وهي مش موجودة، وبتقرر تسربه علشان تجيب لها مصيبة وتطرد. في نهاية الأسبوع بتكون في حفلة جدها عاملها وبيكون كل زمايلها في الشركة موجودين ومن ضمنهم الحرباية دي، وأول ما بتلمح بنتنا بتقف تحفل عليها معاهم، وبتكون نينا الحرباية التانية وحماتها وجوزها حاضرين. وأول ما بيشوفوا ليندا هم كمان بيروحوا يرخموا عليها وبيقولوا لها إن واحدة من مستواها ما ينفعش تكون موجودة في مكان راقي زي ده، وإنها بتقلل من نفسها فما تزعلش لما تتهزق. وبتكون والدة طليقها واخدة ابنها وطالعة السما وشايفة إن ما كانش ينفع يتجوز من واحدة زيها، فبتقول لها واديني اهو يا حبيبتي سبتلك الجمل بما حمل، اشبعي بيه وحلي عن دماغي، لأن القرد إن كان في عين أمه غزال فهو في عيني ما يستاهلش حتى يكون كلب. وبتشوف يوان اللي بيحصل ده فبتخاف على والدتها وبتترجى جدتها ما تأذيهاش، فالقاسية بعزم ما عندها وبتخبطها برجليها توقعها على الأرض. ولأن زي ما قلنا يوان خط أحمر عند ليندا فالحد هنا وبتقول لهم لا بقى السكات ما ينفعش مع أشكالكم، وبتلطع اللي كانت حماتها قلم بيمسح بكرامتها الأرض قدام كل المعازيم. في نفس الوقت اللي ابن الحربية نينا بيقع بالكلام قصاد الشخص اللي المفروض إنه والده بيقول له إن مامته عرفته على والده الحقيقي وإنه وسيم زيه، فبيشك في إنه مش ابنه وإنها كانت مغفلاه. لكن والدته بتقف في صفها وبتقول له إنها عارفاها كويس وتربيتها استحالة تسمح لها تعمل كده. والحرباية هي كمان بتقعد تتمسكن عليه وتقول له إن ابنهم فاهم غلط وإنه يقصد بوالده الحقيقي ده الشخص اللي كان بيهتم بيه في طفولته، لكنها بتكون متوترة وشكلها كده بتكون مخزوقة فعلا. المهم إنه علشان مغفل بيصدقها وبيقف هو كمان يرخم على ليندا عشان ما تشاركش في المزاد اللي هو جاي الحفلة عشانه، وبيخلي أغلب الموجودين في المكان هم كمان يتنمروا عليها ويقولوا إزاي الأمن سمح لواحدة من مستواها تدخل مكان زي ده. وهنا الحرباية يارا اللي مش فاهمة هي بتكون جايبة الثقة دي منين بتدخل تتباهى بإنها حفيدة الجد، فبتقول لها بنتنا أنا شفت بجحين أشكال والوان بس ما شفتش في بجاحتك حد، طب في الشركة وكان ممكن نعديها إنما جاية تكدبي هنا كمان إيه؟ مش خايفة على شكلك قدام الموجودين لما تتكشفي؟ وبكل ثقة بتضربها بالقلم وبتقول لها ما تحاولش تاني تسرق هويتها، وبتعرف كل الموجودين إنها تبقى حفيدة الجد. لكن طبعا وكالعادة محدش بيصدقها وكلهم بيقفوا في صف الحرباية حتى طليقها، فبتتراهن بنتنا معاه على إنها لو طلعت بتكذب هتنط من فوق المبنى، ولو طلع كلامها حقيقي يخرج من الحفلة وما يوريهاش وشه تاني لا هو ولا عيلته. وهنا بقى المسؤول عن المزاد بيعلن إن هي اللي فازت بالصفقة، فيسكتوا ويحترموا نفسهم بقى؟ لا، بتتهمها اللي ما يتسمى عليها يارا بإنها أكيد باعت نفسها ليه فكسبتها بالواسطة. وقبل ما تكمل كلامها مساعد الجد بيدخل يديها قلم يبرد القلب ويقول لها انت شكلك هبت منك، احترمي نفسك واعرفي مين هي اللي بتتكلمي عنها. وبيعلن قدام كل الموجودين ان بطلتنا تبقى حفيدة الجد الحقيقية، وطبعا بيتنحوا كلهم وبيقفوا متنحين مصدومين متخزوقين مهزومين نفسيا وعاطفيا من اللي بيحصل. حتى طليقها بيخاف على مستقبله فبيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ بيتدور يلطع نانا مراته بالقلم قدام الموجودين لان هي اللي قالت له ان يارا حفيدة الجد وخلته يتمادى مع ليندا، ولان يارا كانت مغفلها هي كمان فبتدور تدي القلم اللي جوزها اداهولها ليارا. وهنا بقى المساعد بيرمي اوراق وصور بتثبت ان نينا بتخون جوزها وان ابنها مش منه، فحماتها بتتجنن وبتقول لها ان ما خلصت عليكي يبقى بحق، وبتقعد هي والمحروس ابنها يتحايلوا على بنتنا تسامحهم، فبتقول لهم لو نسيتوا كنتوا بتعاملوني ازاي انا وبنتي، فانا ما نسيتش يا غجر يا المامه يا حوش. وهنا جدها بيجي يمسح الحفلة بكرامتهم وبيطلب من الحرس يطردوهم بره بعد ما يعلموهم الأدب هما وأي حد اتنمر عليها، وبيعلن إن من النهاردة ليندا هي دلوعة الجد ومحدش يقدر يلمسها لا هي ولا بنتها. وبتكون بنتنا انتقمت لكرامتها من حماتها الحرباية ومن كل الحرابيق اللي حواليها. وكده خلص مسلسلنا. سلام.